اوعدك ان ده هيكون اخر فيديو انت هتشوفه عن ثالثه ثانوي، لان هو فيديو حرفيا هيلمسك من جوه وهيحركك انك تعمل حاجه. مش زي الفيديوهات اللي انت بتشوفها وفي الاخر بتحس طب انا اعمل ايه. لا، انا النهارده هشارك معاك الفريم ورك اللي انت هتعملها بعد الفيديو ده، والعقليه اللي المفروض تكون عندك في اخر فتره دي. فيديو مش سطحي، مش بيناقش حاجات من على الوش، بيناقش حاجات من جوه، وفي نفس الوقت جاي من شخص كان لسه فيها من سنتين. انا في دفعه 23 علم رياضه لغات، وساعتها جبت 94 ونص. السنه اللي فاتت شاركت في فيديو هنا على يوتيوب، عملت منتورنج على ديسكورد. على الديسكورد خش دلوقتي هتلاقيني ببعت لك حاجات وتريكس هتفيدك الفتره اللي جايه. منتورنج باختصار يعني كوتشنج، اللي هو انا كنت عامل السيشن اللي انا هشاركها معاك النهارده فور فري. السنه اللي فاتت كنت عاملها بفلوس، والناس عملت نتائج جباره. كانت بتذاكر كل يوم بفضل الله 6 ساعات 8 ساعات، وكانت بتحس ان هو في شغف، في طاقه فعلا. حتى من الناس اللي كانت جايه وكانت بتقول لي ان هما خلاص فقدوا الشغف، انا هقسم السنه. لا، مفيش قسم للسنه، احنا هنكمل ويلا نبدا عشان ما اضيعلكش وقت. بس انا عايزك قبل اي حاجه تدرك ان اللي انا بشاركه معاك النهارده هو فعلا، يعني انت دلوقتي باذن الله هتاخد قيمه كبيره. اول حاجه انا بس عايز اقول لك المحتوى بتاع النهارده هيكلمك عن ايه. اول حاجه هيكلمك عن العقليه اللي هتكون عندك في اخر فتره، سواء كنت ادبي، علم علوم، علم رياضه، مش هتفرق. الكلام ده كله انت هتقدر تابلاي الكلام ده في كل الحاجات دي، تقدر تطبقه. العقليه والمهارات. اكلمك عن سيلف ايمج، الفوكس، تايم اويرنس، برينج، فيزيكال، بيولوجيكال، ستادي لايك امونج. بس في الاول خالص انا عايزك تسال نفسك سؤال: هو ايه الهدف؟ يعني انت من اول السنه كان ايه الهدف بتاعك؟ هل الهدف ده بتاعك انت فعلا ولا بتاع حد تاني؟ عشان نكون واقعيين، الحاجه اللي بتحركنا هي بالنسبه لنا كانت الشغف، الالم، الغضب. الثلاث حاجات دول هي اللي كانت بتحركني. في حاجه تانية ممكن تحركك هي الانتقام، بس كلها عامه مشاعر سلبيه ما عدا الشغف او البيربس اللي هو الهدف، فاهم؟ فكل الحاجات دي هي اللي بتحركك. فانت شوف ايه من دول هو اللي بيحركك. لو جيت اتكلمت عن نفسي اقولك حكايتي كانت عامله ازاي. في 2020 كنت في تالتة اعدادي، خلصت وقعدت اذاكر 4 شهور عشان اخش مدارس ستيم، وبالفعل دخلت مدارس ستيم. قعدت هناك ترم، وبعد الترم ده لظروف ما وفي حاجات كتير كانت جوايا يعني، فانا حولت من المدرسه. طبعا الصراع اللي كان جوايا كان بيقول ايه، اللي هو يا عم ينفع تسيب مدرسه زي دي؟ ده الناس كلها بتتمناها ده. وطبعا كل اصحابي اللي هناك كانوا يعني عم يقول شاكين في القرار اللي انا خدته، وانا شخصيا كنت شاكك في القرار اللي انا خدته. المدرسين برضو كانوا شاكين في القرار، يعني اللي هو هل الشخص ده طبيعي ولا لا. لان هي كانت فرصه كويسه، وكان لسه النظام الجديد بتاع ثانوي ده طالع وبتاع. بس انا خدتها تشالنج مع نفسي، قلت لا انا هحاول عادي وهبتدي الثانويه دي، يعني فاهم، هقفل اللعبه بتاعتها، مش مشكله. هتعلم الماني والحمد لله اتعلمت، هبتدي اعمل حاجات على جنب غير المدرسه والحمد لله عملتها. فاللي كان بيحركني كان التشالنج، اللي هو انا عايز اثبت لنفسي حاجه. كنت عايز اثبت لنفسي ان انا فعلا بعد ما حولت من المدرسه دي اقدر اعمل ال... اي حاجه من ثانويه عامه عادي. فده بالنسبه لي كان الالم، ده كان بالنسبه لي كان الغضب. فانت اكيد عندك نفس الحوار. ممكن يكون حد شكك في قدراتك قبل كده، اتكلم معاك وقال لك هو انت فعلا هتجيب مثلا طب لو انت عايز تخش طب، لو انت مثلا نفسك تخش كلية تجارة، ده فعلا حلمك وبتاع، باشا دوس، جيب مجموع اعلى بكتير وخش كلية تجارة عادي، فاهم؟ عشان انت لما بتحط تارجت قليل، مع احترامي لكل حاجة، بتجيب اقل منه بصراحة. يعني ان وانا في ثالثة ثانوي كنت بقعد ادعي يا رب اطلع من اوائل الجمهورية. كده كده ما كنتش بحط ايفورت خالص ليه علاقة باوائل الجمهورية، بس ساعتها جه الاقل منه، اللي هو جبت يا عم فوق ال 90، حاجة كويسة. ف
ركز معايا قوي، ركز معايا قوي، وما تروحش بعيد عشان بكلمك في حاجات مهمه. اول حاجه هتحط لي الهدف بتاعك دلوقتي، ايه الحاجه اللي هي بتحركك، المشاعر اللي بتحركك ايه. وعايزك توعد نفسك دلوقتي، بروميس، من دلوقتي خلاص اللي انت هتبذل اقصى مجهود عندك، لان هو فاضل بتاع شهر، فاضل شهر خلاص السنه بتخلص يا ابني. يعني انت قاعد كل ده عمال بتذاكر، عمال بتعمل كل ده عشان في الاخر تيجي تبوظ الدنيا، مش بتميك سنس. فانت خلاص طالما عملت كل ده، توعد نفسك من دلوقتي انك هتبذل خساره جهدك. استنى، ما تفتكرش اللي انا بكلمك عن اي حاجه سطحيه، لان اللي جاي انت ما سمعتوش قبل كده، محدش كلمك فيه. ده كانت السيشن بتاع السنه اللي فاتت، بقول لك المطلوب وعايزك تفتح دماغك معايا. عايز بوصله، انا بجد عايز بوصله. لو عندك في الموبايل بوصله خليها جنبك، عشان في اخر الفيديو هقول لك احنا هنعمل ايه بالبوصله. ومش حاجه كليشيه، حاجه بجد وجايه من الكوانتم ميكانكس، حاجه عاليه قوي. خليك وانت هتفهم كل حاجه. عايز ورقه وقلم وهات ميه عشان الجو حر، هتحتاج تشرب ميه. هنا بيقولك you cannot teach a person something he doesn't already know, you can only bring what he does know to his awareness. يعني كل اللي انا هقوله لك ده حاجات ممكن تبان بديهية، ما عدا الحاجة اللي في اخر الفيديو اللي بتتكلم عن الكوانتم ميكانكس، بس انا بحطها لك في الاويرنس بتاعك، فاهم؟ يعني انا بوعيك للحاجة دي. يلا يا برو، بسم الله. اول حاجة هكلمك عنها هي السيلف ايمج. السيلف ايمج بقول لك اللي انت لازم تقتل النسخة القديمة منك. الكلام ده مش تلحق يعني تعمله في شهر، هتقتل النسخة القديمة ومش عارف تعمل ايه. لا بص، هفهمك كويس قوي. لو انت نظرتك عن نفسك بتقولك اللي انت فاشل او اللي انت ما تستحقش، فانت ما تستحقش وهتكون فاشل. الكلام ده انا بقوله لك في الدراسة وبقوله لنفسي في حاجات تانية. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي في علم رياضة مثلا او علم علوم ايا كان، شايف ان الفيزياء صعبة، شايف انك فاشل في الفيزياء، فانت يا اسطى انت فاشل بقى في الفيزياء. انا مش بحبطك، انت شايف نفسك ليه كده؟ هل حد رسخ في دماغك اللي انت كده؟ لو حد عمل كده، لا يا اسطى خلاص، انت من النهارده انت كويس. حط في دماغك اللي انت كويس، ابني هويه جديده ليك، اللي هو انا دلوقتي شخص جديد، شخص بيحب الفيزيكس، شخص بيحب الماس، شخص عبقري. وده هو اللي هيعمل نتيجه. في السنه بتاعتي من اول ما بدات السنه ما كنتش باخد درس فيزيكس. هل عشان انا جامد في الفيزيكس؟ انا ساعتها كنت فاكر ان انا جامد في الفيزيكس، بس انا يعني منهج جديد انا ما خدتوش، واكيد مش هينزل عليا وحي بالفيزيكس يعني، فلا. بس ساعتها كنت كارف لها وبقول يا عم انا كده كده كويس في الفيزياء وعامل كده، وان شاء الله هلمها باذن الله. الحمد لله، يعني هو ربنا سترها يعني. اللي انا في الاخر يعني اكتشفت اللي انا عملته ده يعني آه، خزوقت نفسي من الاخر، والفيزيكس طلعت تقيله. بس نظرتي عن نفسي كانت بتقول لي لا، اللي انت جامد في الحته دي، وانا كنت برسخ الموضوع ده في نفسي بطريقه كبيره. فانت لما تحط ده في دماغك اللي انت جامد في الحته دي بتوفيق ربنا، وان ربنا هيوفقك ان انت تعمل الحاجه دي، يا اسطى انت جامد. ما تصدقش اي حد يعني رسخ فيك قبل كده اللي انت وحش في حاجه، ارميها على جنب، وانا بقولها لك اللي انت كويس. ده مش تنميه بشريه بس، والله هي كده. انت شبعت دماغك كفايه بالصوره دي، وعقلك بيحاول يحقق الصوره اللي انت رسمتها عن نفسك. انا هديك درس، ده مش لثانويه، ده لحياتك. ان انت لما بتحط في دماغك صوره معينه لنفسك، دماغك السبكونشس بتاعها او العقل اللاواعي بيحاول قدر الامكان ان هو يثبت لك ان دي حقيقه. اللي هو يا اسطى، على فكره بقى انا اخري في الفيزيكس هجيب 40 من 60، وانت شايف كده عن نفسك ومصدقه. انت فعلا هتحقق ده. ليه؟ لان انت دماغك تحب يعني لو انا صح، انت فاهم؟ اللي هو انا قلت ان انا هجيب 40 وفعلا جبت 40، اوف. دماغك من جوه حست ان هو جامد، ده الايجو بتاعها عالي عشان قلت حاجه وفعلا حققتها. يس، دماغك تتحكم فيها وهتبقى في حته تانية. طيب
دلوقتي انت عرفت المشكله في السيلف ايمج بقى، ازاي تغيرها؟ اربط التغيير ده بحاجه جديده. من سنه كنت في اعدادي هندسه، والدنيا كانت يعني بايظه معايا، فرحت حلقت باسكت وجبت ساعه، مش عارف هي فين، بس جبت ساعه، والساعه كاسيو اللي هي يعني بتاعه الوقت اللي هي بتحسب لك بالدقيقه، وفضلت لابسها حتى وانا نايم. ساعتها عملت سيلف ايمج جديده خالص ليا في الوقت ده. راجل حلق باسكت، راجل بيجرايند، راجل ديسيبليند وبتاع، ولابس الساعه بالدقيقه، مراقب الوقت بتاعي. فانا رسخت في نفسي في الوقت ده ان انا شخص بيحترم الوقت بتاعه، شخص واعي بالوقت بتاعه، وهكذا. فالحاجات دي كلها بتفرق. طيب دلوقتي actionable step، حاجة لازم تعملها. أول حاجة تقطع مع أي حد سلبي. المفروض ده الحوار ده كنت تعمله من بدري، يعني المفروض الفيديو ده كان يتعمل من بدري، بس دلوقتي حالا اقطع مع أي حد سلبي، أي حد بيصيح شايف كل حاجة سودة. لو أنت الشخص ده اقطع مع نفسك. لسه قايل لك فوق اللي أنت هتعمل سيلف ايمج جديدة، فأنت كده قطعت مع نفسك القديمة اللي هي شايفه كل حاجه سودة، شايفه ان هي وحشه، شايفه ان هي مش عارف ايه. انت يا عم عملت سيلف ايمج جديده وقطعت مع كل الناس اللي بتصيح دي. لو مش بتحبي ماده معينه، جست انا كنت بكره، مش هينفع اقول بكره العربي عشان هو لغه القران. انا مش بكره العربي، كنت بحبش الماده العلميه اللي عندنا في ثالثه ثانوي بتاعه العربي. ف كنتش مش بعرف خالص، يعني موضوع وحش. ف كان عندنا الشال اللي هو بتاع سينا وبتاع فلسطين ده، وعامل نفسي راجل يعني عربي من سيناوي مش عارف ايه. المهم يعني كنت عامل جو وانا بذاكر عربي، فكانت بتطلعني من المود. تاني حاجة هكلمك عليها وهي التركيز. دلوقتي انت حاسس انك ما بقتش بتحس بالسعادة في الحاجات اللي كنت بتعملها قبل كده، عامة في حياتك. شغفك قل وتركيزك قل. طيب اللي بيخليك تعمل حاجة هي المكافأة اللي دماغك بتديها لك. يعني ايه؟ يعني الدوبامين. الدوبامين بتاعك ده لو في مشكلة، فالسيركتس بتاعت دماغك فيها مشكلة. يعني مش هتقدر تقعد تذاكر المدة الطويلة اللي المفروض اللي انت قاعد بتقعدها. طيب انت المفروض طبعا دلوقتي تكون يعني رامي موبايلك ومش عارف ايه والكلام بتاع تالتة ثانوي ده. فلو انت مش عامل كده لازم تبقى عامل كده. الدوبامين ليفل ده النورمال بتاعه، وده الادكشن. هفهمك دلوقتي. لما انت بتعمل حاجة كويسة، بتاخد كولد شاور يعني، او الحاجات اللي هي اللي اسمها عكس الانستنت جراتيفيكيشنز، مش فاكر هي ايه، السعاده الغير لحظيه. فانت البيز لاين اهو، الريورد بتطلع بتنزل في نفسها. انما لما انت مثلا تبقى ماسك الموبايل قاعد بتسكرول، قاعد بتعمل يعني اي حاجه مش كويسه، البيز لاين بتاعك اصلا بيبقى يعني بايظ، وبيطلع فوق وبينزل تحت، كراش. في الدنيا بتبوظ. عايزك دلوقتي، طيب هتحل الموضوع ده ازاي؟ عايزك دلوقتي تخش على السكرين تايم بتاعك واكتب لي في الكومنتس انت بتقعد قد ايه على السكرين تايم، بتقعد كام ساعه. وعايزك تحط، بسيب لك اللينك ده في الديسكريبشن بتاع ده، بيقول لك انت بتقعد قد ايه. تعال نشوفه سوا. طيب الاكشنبل ستيب رقم 2، امسح دلوقتي الابليكيشنز كلها. امسح فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات. حتى سناب شات يعني انت يعني اي ابلكيشن امسحه. مش هقول لك واتساب عشان انا كنت ماسح ساعتها واتساب، بس لا يعني ده كان اوفر. فيسبوك هتقول لي بينزل عليه حاجات مهمه. لا يا اسطى، ما بينزلش عليه حاجات مهمه. بتخش على الجروبس بتاعت المدرسين دي، وتقعد بقى تقرا الكومنتس، ومين احسن حد بيراجع، ومين مش عارف ايه. يا اسطى الكلام ده كله فيستك. اي مدرس يا عم يعني كله كويس، يا اما عم ذاكر مع نفسك. انما تقعد بقى تخش تضيع وقتك في الكومنتس، بتلاقي بقى ده بيف مع ده، مشكله. الانستجرام طبعا احنا عارفين الريلز،
فامسح الانستجرام. سناب شات عشان انت بتكون بتعمل حاجه، يعني انت دلوقتي ايه، فتحت بتذاكر، فرحت بتستريك وبتبعت بذاكر دلوقتي، بذاكر ناوي يا جماعه. يا اسطى يعني ليه؟ فاهم؟ الموضوع ده يعني دماغك. كفايه بقى جين زي، كفايه. اقفل كل النوتيفيكيشنز على الموبايل، الاغاني، السكرين تايم بتاعك في اليوم من ساعه لساعه ونص. بونص، البس ساعه. البس ساعه عشان السيلف ايمج بتاعتك تكون راجل بيحترم وقته، وتاني حاجه تكون واعي بالوقت بتاعك اكتر. فانت كده عملت عصفورين بحجر. تالت حاجه هكلمك عنها وهي الصلاه. الصلاه دي انا عملت فيديو كامل عن الموضوع ده، كنت واخده اصلا من السيشن دي. فانا هسيب لك هسيب لك الفيديو في اي حته. بصراحه ما تروحش يعني انا عايزك تعرف الموضوع، بس مش عايزك تضيع وقت باللي انت الاقيك بقى دخلت في الفيديو بتاعي بتاع الصلاه، اتفرجت عليه ورحت تتفرج على حاجات تانية. لا، انا مش عايزك تعمل كده. واحده واحده. انا هقول لك دلوقتي الخلاصه، ماشي؟ هقول لك دلوقتي الخلاصه. الاكشنبل ستيب، وانت رايح تصلي المره الجايه حط في دماغك انك هتخشع وتدرك فوائد الصلاه. يبقى روح شوف الفيديو، هتلاقي في الديسكريبشن ساعتها سايب لك الباوربوينت ده، اقراه. أنا مش هضيع لك وقتك، ماشي؟ وفي حاجه انا اكتشفتها في ثالثه ثانوي اسمها صلاه قضاء الحاجه. الصلاه دي حرفيا انا ما بقولش اي كلام مبتذل، ولا بقول كلام من اجل ان انا يبقى شكلي حلو، او اللي هو بقول كلام من اجل ان هو جميل والصلاه حلوه وبتاع. لا، اي حاجه انا بقولها لك هنا في التشانل بتاعتي، سواء في الفيديو ده او سواء اي فيديو تاني، مفيش اي حاجه فيها مبتذله. حاجه انا فعلا عملتها، حاجه انا فعلا استشعرت وجودها، حاجه انا عملتها من الاخر. فاهم؟ عشان كده مش بعمل فيديوهات كتير، عشان ببقى عايز كل حاجه انا بقولها اكون عملتها، جربتها، نفعت معايا. بس صلاه قضاء الحاجه، شوف بتصليها ازاي على جوجل. بس حرفيا قبل اي امتحان كان عندي، ليله الامتحان كنت بصلي صلاه قضاء الحاجه دي. كنت بحس احساس كده اللي هو يا جدعان، الامتحان اللي جاي ده بتاعي خلاص باذن الله. يعني هو ايا كان ايه اللي هيحصل، الامتحان ده بتاعي باذن الله. وبالفعل كان في مشكله حصلت لي في امتحان ما، امتحان statics، اللي هو استاتيكا. ورحت الامتحان كنت شارب قهوه بزياده، قلبي قعد يدق والدنيا سودت في وشي وايدي كانت بتترعش وبتاع. بس الحمد لله عدت على خير. وساعتها كنت متيقن جدا ان انا ليلتها كنت مصلي الصلاه دي، وخش اشوف الفوائد يعني بتاعتها، ومفيش حاجه وحشه هتحصل لي باذن الله. وبالفعل الامتحان ده الحمد لله انا قفلت الامتحان. فلازم تشوف على جوجل صلاة قضاء الحاجة. هسيب لك اي لينك او اي مصادر عليك في الديسكريبشن عشان تفهم الموضوع. دلوقتي انا هكلمك عن النيوتريشن، هكلمك عن التغذية. طيب، في اخر فترة احنا عايزين نذاكر عدد ساعات كبير، وفي نفس الوقت نكون مركزين. فدماغنا عشان تخش في الفلو بتاع الديب وورك لازم بيولوجيكلي، يعني اللي هو الحالة الجسمانية بتاعتنا البيولوجية تكون كويسة. نعمل كده ازاي؟ الكربوهيدرات والسكريات، مش السكريات اللي في الفاكهة، لا السكريات اللي هي السكر والحاجات اللي هي الشوكولاتة والكلام ده. الحاجات دي انا مش فاكر علميا كانت بتشتغل ازاي، الميكانيزم بتاعها في السيركتري بتاعت البرين والنيورو ساينس وبتاع، مش فاكرها. بس من الاخر هي انت بتحس ان انت مبلم، ولما بتاكل كربوهيدرات كتير بتخش في بطنك، الدم كله بيروح للهضم او معظمه، يعني عشان لو في حد هنا دكتور ما يقوليش يا اسطى بس الحته دي مش عارف ايه. ما تاكلش كربوهيدرات كتير ولا سكر كتير، يعني كل فاكهه، كل خضار، كل بيض حاف، ما تبلمش، فاهم؟ من الاخر يعني. اشرب ميه كتير جدا. hydrated mind is a powerful mind. اسمع تاني. hydrated mind is a powerful mind. يعني العقل الهيدريتد وعقل جامد. لان احنا
بتاع 70% تقريبا من جسمنا ميه. ف الميه مهم، عشان كمان الميه هي جزء من الدم بتاعنا، جزء كبير من الدم، من تكوين الدم يعني. الدورة الدموية لما انت تشرب ميه كتير فهي بتكون نشطة، او اللي هي بتكون بتساعد الموضوع ده. فما تصحاش اول ما تصحى تروح مثلا تشرب قهوة عشان تفوق، لا، اشرب ميه كتير، بعد كده كمان شوية يبقى اشرب قهوة. خد مكمل غذائي، يعني شيء بديهي، اوميجا 3 زنك او مالتي فيتامينز، الموضوع بيفرق. دلوقتي اكلمك عن المهارات بتاعت المذاكرة بقى. كل اللي فوق ده انا كنت بكلمك عن العقلية، الشخصية، الحاجات دي. دلوقتي انا هكلمك عن المهارات بتاعت المذاكرة. study like a monk، لازم تتعلم ازاي تاكل ضفادع. يعني ايه تاكل ضفادع؟ لو انت عندك تورته وعندك ضفدع، الاتنين لازم يتاكلوا، هتاكل انهي الاول؟ بديهي، يعني الراجل يعمل لسه من امبارح هياكل الضفدع، يعني بعد كده ياكل التورته. ليه؟ عشان الضفدع طعمه وحش، فهياكل الاول بعد كده يحل بقه بالتورته. فده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل في المذاكره بتاعتك. الضفادع مثلا بالنسبه لي كانت العربي مثلا، فدي كانت اول حاجه انا ببدا بيها عشان هي حاجه بالنسبه لي تقيله عليا. ماشي، بعد كده كنت بحلي بالفيزيكس بصراحه. موضوع غريب بس انا كنت بحلي بالفيزيكس. شوف ايه الضفدع وكله في الاخر في الاول يعني. تاني حاجه في المهارات اللي لازم تكون عندك هو باريتو برنسبل. باريتو بيقول لك ان 20% من الافورت اللي انت بتحطها تدي لك 80% من الريزلتس. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو عندك ماده معينه زي الفيزيكس، ففي مواضيع معينه عليها اكبر درجات في الامتحان، زي مثلا تقريبا كان شابتر 2 شابتر 3 تقريبا كانوا هم اللي عليهم درجات اكبر في الامتحان. فانت هتحط مجهود كبير في شابتر 2 وشابتر 3، والباقي مش هتحط فيه نفس المجهود. فلو انت شخص يا عم كروت الدنيا، يا عم ما بدأتش من الاول، لسه المنهج متراكم عليك، مش لازم يا عم، يعني مش لازم تخلص المنهج كله وكله تبقى مديله نفس الحق. لا، ما تديش كله نفس الحق. شوف الحاجات اللي هي بتتكرر او الحاجات اللي هي فعلا بتيجي كتير، وهي دي الحاجات اللي انت حط تركيزك عليها. يعني مثلا لو في حتة صعبة الحتة دي ما بتتكررش كتير، ليه تحط مجهود كبير عشان تخلصها؟ doesn't make sense. آه بعد كده اكلمك عن الديب وورك. الكتاب موجود اهو. الكتاب ده اثر فيا كتير، انا مش فاكره عشان ما قريتوش كله، بس هو كان بيتكلم عن الديب وورك، واللي انت تتجنب الشالو تاسكس. الشالو تاسك الحاجات اللي انت بتحس ان انت برودكتيف فيها مع انك ما بتعملش حاجه. زي لو انت مثلا فاتح بيزنس وفتحت فيسبوك او قعدت تقرا الايميلات وبتاع، فده شالو تاسك. المهم يعني، بعيد عن الكلام ده، ديب وورك هتنزل ابلكيشن اسمه فوكس تو دو، وعندي هنا على الكمبيوتر. هتذاكر كل سيشن من 45 دقيقة ل 90 دقيقة، او اقعد ذاكر لحد ما تخلص، بس شوف انت قعدت قد ايه. يعني شوف، لو انت الدوبامين بتاعك حاسس ان انت فراك، او حاسس ان انت الدنيا يعني مش شغالة معاك قوي، وفي نفس الوقت ما بتحبش تقعد تذاكر، فانت هتستعمل الديب وورك في الفوكس تو دو. لو انت هتحط 90 دقيقة يا عم عشان خاطر يقعد ذاكر ال 90 دقيقة دي، وبعد ما 90 دقيقة تخلص قوم. انما لو انت يا عم شخص مجتهد وفعلا بتعرف تخش في الفلو، فبرضه انت هتنزل ابلكيشن زي توجل تراك. ده انت بتفتح تايمر وبيقول لك بعد ما بتقوم انت قعدت ذاكرت قد ايه، بس انا بس عايزك تراقب وقتك. ماشي؟ يعني لو انت شخص بيفرقوا بتاع، حط فوكس تو دو واقعد 90 دقيقة كل جلسة وقوم. وده اللي انا اصلا برشحه، يعني برشح اللي انت تقعد كل سيشن حوالي 90 دقيقة، بعد كده تاخد بريك، بعد كده 90 دقيقة، بعد كده تاخد بريك. الموضوع بيبقى حلو للدماغ، لان في سايكل كده، هبقى احط لك صورة ليها. السايكل دي بتقولك ان انت في اول في اول بتبقى عاملة كده، اللي هو الفوكس بتاعك بيروح للبيك، بعد كده ينزل،
عشان انت عايز بريك، بعد كده بيطلع تاني، فاهم؟ بعد البريك. فانا بامبريس البريك عامه. ماشي يا سيدي، دلوقتي انا قعدتك من الاول لحد دلوقتي، لو انت قاعد لحد دلوقتي فانت يعني شخص ربنا يكرمك على راسي. انت راجل جامد بصراحه، اللي انت قاعد لحد دلوقتي. فانت دوبامينك كويس، فانت تستاهل باذن الله ان انت تجيب مجموع كبير، اللي انت قاعد مركز في حاجه زي كده ممكن تكون ممله، فانت قادر تركز في المحاضرات وقادر تركز في الامتحان. انا قلت لك في الاول هات بوصله، صح؟ صح. طيب ليه انا كنت عايز بوصله؟ لان اتجاه المذاكره بيفرق، وموضوع غريب شويه، بس خليني اقول لك ان كان في تجربه اتعملت على الطائر ده، ماشي، في الكوانتم ميكانكس، ان هو كان مهما حطيته في مكان ما دايما بيفضل يسافر للشمال. يعني انت مهما عكست تقريبا الالكترومagnetic ويفز بتاعت الارض، كان بيفضل برضو يتحرك في نفس الاتجاه بتاع الالكترومagnetic ويفز دي. فانت ممكن تقرا عنها اكتر. فاللي حصل ان احنا دماغنا بتطلع الكترومagnetic ويفز كونكتد بالالكترومagnetic ويفز بتاعت الارض. يعني احنا والارض يعني فينا كونكشن مع بعض، ماشي. فالاتجاه بتاع المذاكره والاتجاه اللي انت بتعمل فيه اي حاجه بيفرق. ساعات بتحس ان انت نقلت الاوضه بتاعتك مثلا وقعدت في مكان تاني، وابتديت تحس ان انت قادر تذاكر اكتر، قاعد كده ويا عم الدنيا ربنا فتح عليك فجاه كده والدنيا بقت كويسه. فعايز اقول لك ان احيانا بيبقى ليه عامل بالاتجاه. احنا بنصلي في الاتجاه بتاع الكعبه، في اتجاه غالبا بيكون اتجاه الشرق، يمين قليلا يعني، او الشمال، ايا كان انت ساكن فين. فلما تيجي تقعد تذاكر، ذاكر في الاتجاه بتاع القبله. ده بيجربها وقول لي في الكومنتس، هتحس ان اللي انت الفلو ماشي، تحس ان الدنيا ماشيه والوقت بيعدي بسرعه وان انت بتنجز كتير. أنا دلوقتي قاعد في عكس الاتجاه، الفيديو مش ماشي زي يعني ما لو عكست الاتجاه، بس ماشي. جرب تذاكر في الاتجاه بتاع القبل وهتدعي لي يعني، اللي هو الاتجاه بتاع الشرق. اخر حاجه اقول لك عليها لمذاكره المواد العلميه: quality times volume equal value. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انت بتذاكر ماس او انت بتذاكر فيزيكس، المواد العلميه، كيمستري، لو انت بتحل سؤال، السؤال ده انت حاطط كشكول على جنب كده، بتكتب الاخطاء بتاعتك، الحاجات اللي انت اتعلمتها من السؤال ده، بتحل بكواليتي، بتحل بتعلم. كل سؤال انت بتتعلم منه حاجه، دي كواليتي. انما مثلا لو انت فتحت يا عم حليت لي النهارده عندنا ملزمه فيها الالف سؤال مش عارف بتاعت ايه، عمال بتحل وخلاص، بتحل بفوليوم، فده قرف بكواليتي واحد. لا، كل سؤال انت بتحله حله لي بكواليتي 10 وفوليوم 100 مثلا. يعني انت حل 100 سؤال بكواليتي 10 هيكون احسن بكتير. بس ده اللي كنت عايز اقوله لك النهارده. مبسوط ان انت كملت الفيديو لحد هنا، ربنا معاك. اعرف ان اللي بيحركك هو الشغف والغضب والألم، كل المشاعر دي استغلهم لصالحك. ما تحسش انك غضبان فتقول يا عم انا هضيع الدنيا وتروح تكسر الحاجه، لا، خد كل حاجه في صالحك. والسيشن دي كانت بفلوس من سنه، دلوقتي هي زي ما انت شايف. لو انت استفدت قول لي في الكومنتس، عشان ده بيشجعني ان انا اعمل كونتنت. واللي خلاني ان انا اعمل السيشن دي ان انتوا عملتوا لي كومنتس على الفيديو بتاع السنه اللي فاتت وقلتوا لي ربنا يبارك لك وبتاع. ف كنت عايز اسمع حاجه زي كده تاني. ولو عايز تبعت لي فلوس هسيب لك انستا بي في الديسكريبشن، ابعت لي فلوس مفيش مشكله. وربنا معاك.